يا نهار ابيض، دي محطة كبيرة قوي يا جيري. دي الشرقية يا صاحبي، هنا الزحمة صبح وليل. يا عم توم، شوف الأراضي الزراعية دي كلها. وادي الشاحنات هناك. ايوه، منظر حلو بجد. الرحلة شكلها هتبقى ممتعة. يا جيري الطريق هنا زحمة. ها؟ يا عم هو التوك توك ده لو مش مزعج يبقى مش توك توك. انا حاسس اننا هنفضل وراه للشرقية. اعتبرها جولة سياحة بس ببطء السلحفاة. شوف السوق ده كله محلات حلويات. والكافيهات على الرصيف، منظر رهيب. ايه الزحمة دي؟ ده شكله مطعم جامد. يا عم ده حمزة اشهر فاست فود في الشرقية، اللي ما كلاش منه كأنه ما جاش الزقازيق. الحق يا توم، انا عاوز كريسبي برجر اجرب ساندويتش، الناس كلها هنا بتتكلم عليه. طب ماشي، بس لو طلع حرواق زي اخر مرة هعيط. يا عم ده حمزة هنا كله تمام. يا لهوي، ده مقرمش يا توم. دول بيحطوا ايه على الاكل؟ لا يا عم دي خلطة حمزة، هي دول مشهورين بيها. جامد جدا. احلى مطعم في الشرقية كلها. طب يلا خلص بسرعة علشان نروح مكان تاني في الشرقية. المكان ريحته قهوة تفتح النفس. يا عم ده بيقولوا عليه احسن قهوة في الشرقية. ثانية، خلوني اتصور عند اليافطة الأول. يا نهار ابيض، عندهم ايسد سبانيش لاتيه، ما يمكن ابقى. صورني وانا بطلب. طب اطلب بسرعة، الناس واقفة وراك. يا نهار أبيض، القهوة هنا رهيبة. ده رزق يا توم، ده مزاج مش قهوة. جامد جدا. يلا بينا نروح مكان تاني. يا جيري المسجد ده تحفة فنية. طب يلا ندخل نشوف جوه. صح، القبب والمأذن شكلها تحفة. لازم نصور كل حاجة. استنى يا جيري النقوش دي قديمة وجميلة. يا سلام، كأننا رجعنا لمصر القديمة. المكان ده هيفضل في ذاكرتنا. صح، لازم نفرج الناس على جمال الشرقية. يا جيري اخرتها رحلة شرقية خلصت، صح؟ صورنا كل حاجة. والاماكن كلها جامدة. تعال نرجع التاكسي ونكمل الجولة في المدينة. يلا بينا نروح محافظة تانية. كان يوم جميل، بس أنا سمعت واحد في مطعم حمزة بيقول كلام ما فهمتوش. كان بيقول ايه؟ الفرخة مش إلها وراك. هتلاقيها اكلة جديدة ولا حاجة. هو